يسعدني اقول لك انك حاليا دخلت على فيديو بيحلل واحد من اقوى واعظم الافلام اللي جت في تاريخ السينما، تاكسي درايفر. Listen, you fuckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. Here is someone who stood up. مش عايزك تستغرب لما اقولك ان اول فيلم اتعمل في تاريخ البشريه كان فيلم مدته 3 ثواني، بالرغم ان ده اقصر فيلم في التاريخ الا انه فتح عين البشر على فكره جديده قوي، طالما الكاميرا ممكن تسجل حركه الانسان وحياته. طب استنى كده، ما تيجي نحكي قصص عن طريق الكاميرا دي. فكرة حكي القصص دي خلت السينما ملهاش قواعد، هي مش حاجة ثابتة، أصل ممكن نفس القصة تتعمل بمليون طريقة ومليون شكل. السبعينات كانت أكتر فترة فيها تنافس بين المخرجين في تاريخ السينما، الفترة دي بتتسمى بالنيو هوليوود. السينما كانت بتتجدد حرفيا، كل مخرج عايز يحط التاتش بتاعه وكله بيعلي على كله. سكورسيزي لما بدأ ما كانش عارف يحط التاتش بتاعه ازاي وسط الناس دول، واحد بيحب القصص المعقدة اللي بتركز على الشخصيات اللي عندها صراعات نفسية، حياتها مليانة مشاكل وحوارات، في حين ان المخرجين في الوقت ده كانوا بيميلوا اكتر للافلام الجماهيريه اللي تجيب فلوس والناس عارفاها وبتحبها. وسكورسيزي ساعتها كان عامل 3 افلام مش عاملين اي نجاحات من ناحيه الايرادات، بصمته مش واضحه قوي، لسه مفيش منتج واثق فيه كفايه اصلا انه يشتغل معاه، اللي هو انت جاي تعمل لي فيلم عن واحد حاسس بالوحده ومعقد، ايه ده يا ابني؟ But they weren't yet bankable because they were sort of unknown. سكورسيزي لما نزل بفيلم تاكسي درايفر مش بس التاتش بتاعه عمل فيلم اقل ما يقال عنه ان هو تحفه فنيه، ده التاتش بتاعه في الفيلم حرفيا عمل مدرسه في الاخراج. Loneliness has followed me my whole life, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man. طيب تعالى في السريع كده اقول لك على قصه فيلم تاكسي درايفر لو انت ناسيها ولا حاجه. القصه بتحكي عن شخص اسمه ترافيس بيشتغل سواق تاكسي في نيويورك بسبب ان هو مش عارف ينام وعنده ارق. ترافيس شخص وحيد ومش قادر يتأقلم مع المجتمع اللي حواليه، وبيشوف ان المدينة اللي هو عايش فيها مليانة فساد وظلم، والموضوع ده بيسبب له احباط وضغط نفسي كبير. مع مرور الوقت بيبدأ ترافيس يتغير داخليا وبيفكر انه لازم يعمل حاجة يغير بيها الوضع اللي هو شايفه ده، والموضوع ده بيخليه يدخل في حوارات وياخد قرارات خطيرة جدا. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. الطريقة اللي سكورسيزي بدأ بيها الفيلم ما كانتش عشوائية، من أول دقيقة في الفيلم وهو عايز ينقلك على طول الصراع النفسي لشخصية ترافيس. أول مشهد في تاكسي درايفر بيبدأ بالتاكسي بتاع ترافيس وهو خارج من وسط الضباب، بعدها الكاميرا بتيجي بكلوز اب طويل على عينيه وهي بتبص على الناس والبلد بره التاكسي. سكورسيزي استخدم الأسلوب ده عشان يخلي المشاهدين يحسوا إنهم بيدخلوا جوه عقل ترافيس، هو عايزنا نشوف العالم زي ما ترافيس بيشوفه من عينه. في لحظة الكلوز اب دي هتلاقي الأنوار بتتغير على عين ترافيس، بعدها الكاميرا بتيجي على الشارع وبترجع تاني بنفس الكلوز اب على عينه، بس المرة دي الأنوار اللي بتيجي على عينه بيبقى لونها واحد، اللون الأحمر. وهنا اللون الاحمر سكورسيزي استخدمه كرمز للعنف والغضب اللي جوه ترافيس، بيحضرنا لفكره ان ترافيس بيغلي من جواه وان هو عنده غضب مكبوت حابسه جوه نفسه. وعموما الكلوز اب على عينه كان غرضه برضه انه يوضح فكره العزله والوحده اللي ترافيس عايش فيها. هو بيبص على الناس والشارع كانه بيراقبهم وبيحكم عليهم، هو مش معاهم مش وسطهم ومش حابب اصلا يبقى منهم. Whatever it is, he should clean up this city here because this city here is like an open sewer, you know, it's full of filth and scum. في أول الفيلم ترافيس بيشكر ربنا إنه نزل المطر عشان غسل الشوارع من النفايات والزبالة اللي في الشارع. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. وفي نفس الوقت اوضته متكركبه ومش نظيفه. ترافيس بيحكم على كل الناس انهم ناس وحشه وفاسده من قبل ما يتعامل معاهم اصلا. skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. لكن في نفس الوقت لما شاف بيتسي من لا شيء ومن غير ما يتكلم معاها اصلا قال عليها ان هي ملاك. طب ازاي؟ She was wearing a white dress. She appeared like an angel out of this filthy mess. وموضوع التناقض ده بيتسي البنت اللي هو حبها قالته له بشكل مباشر لما كانت قاعده معاه. No, just the part about the contradictions. You are that. طيب التناقض اللي في شخصية ترافيس ده هو موجود ليه أصلا؟ شخصية ترافيس في تاكسي درايفر مبنية على فكرة الشخصية المعيوبة أو بالإنجليزي الفلويد كاركتر. الشخصية دي بتكون مليانة عيوب ونواقص وعندها تناقضات كبيرة جدا، وبتكون مليانة ضعف إنساني وبتغلط كتير، لكنها برضه بتفضل تحارب عشان تحقق رؤيتها أو رغبتها، وبيبقى فيها جانب إيجابي، وده اللي بيخليك تقدر تتعاطف معاها رغم عيوبها، وكمان بتشوف جوانب من نفسك فيها لأنها بتكون واقعية وحقيقية. كلنا فينا عيوب ومميزات. سكورسيزي بقى بيعشق النوع ده من الشخصيات، تقريبا كل افلامه مبنيه على الشخصيه دي لانها بتديله فرصه انه يعمل مشاهد مشوقه مليانه صراع نفسي وتوتر. فخليك فاكر النقطه دي وركز فيها بعد كده في افلام سكورسيزي، عشان لازم هتلاقي العالم بتاع الفيلم عامل كده. ممكن يكون العالم ده وول ستريت او ترافيس في تاكسي درايفر.
Listen up, bitch, be cool. سكورسيزي بيودي تركيزه كله دايما على الشخصيه، بيخليك تدخل جوه الشخصيات ويخليك تحس باللي هي بتحس بيه، وده اللي عمله هنا في الفيلم. هو كان عايز يوريلك قد ايه ترافيس حاسس بالوحده والعزله عن المجتمع والناس اللي حواليه. هتلاقي دايما في اللقطات اللي ترافيس قاعد فيها مع الناس في خط دايما بيفصله عنهم. لما راح يقعد مع اصحابه مثلا هتلاقي في خط ما بينه هو واصحابه، لما راح يقعد مع بيتسي البنت اللي بيحبها هتلاقي في خط في النص فاصل ما بينهم. حتى في التاكسي وهو بيسوق بيبقى في ازاز بيفصله عن الزبون اللي راكب ورا. بيتسي قبل ما يتعرف عليها كان بيبص عليها من بره وفي ازاز فاصل ما بينهم. حتى اصحابه لما بيبقى بعيد عنهم بيبص عليهم من بعيد كانه مش واحد منهم. وحتى لما بيروح يقعد معاهم يا بيبقوا هم بعاد عنه يا بيروح هو يقعد على الترابيزه اللي جنبهم مش وسطهم. وحدة ترافيس وعزلته عن المجتمع ما وضحتلكش بس عن طريق الخطوط او المواقف اللي بتحصل، دي كمان وضحت لك من خلال حاجات بسيطه قوي زي الاكل. في المشهد ده ترافيس بيحضر وجبة غريبة عبارة عن لبن وحتة عيش أبيض مع كحول بنكهة الخوخ وسكر بودرة. الوجبة دي شكلها غريب لكن هي معمولة بشكل مقصود لأنها مكتوبة بالتفاصيل في السيناريو. في حالة ترافيس الأكل مش اختيار شخصي أو عشوائي، لأ ده ليه علاقة مباشرة بطريقة حياة ترافيس. شقته مليانة أكل سريع ويلعب كوكاكولا فاضية وبيشرب كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، ده غير الحبوب اللي هو بياخدها طول الفيلم. أي حد بياكل أكل سيء أو غير صحي بشكل متعمد ومستمر بنسبة كبيرة هو بيعبر عن مشاعر إحباط داخلية وعدم رضا عن حالته، حاجة كده زي شرب السجاير مثلا. طب ما الناس عارفة إنها مضرة، بس لو سألت حد منهم غالبا هيقولك أنا بنفخ من الهم أو مضغوط، وده فعليا موجود في حالة ترافيس. الاكل الغير صحي والوجبات السريعه اللي هو بياكلها زيها زي الافلام الاباحيه اللي هو بيروح يتفرج عليها، كل ده بيديله اشباع لحظي لكن ملوش قيمه على المدى الطويل. عشان كده هتلاقي سكورسيزي ربط مشهد الاكل ده بعد لما ترافيس اتعرض للرفض كذا مره والانهيار النفسي بتاعه بدا، مثلا لما بيتسي البنت اللي حبها سابته ورفضت تقابله او تتكلم معاه تاني. ساعتها ترافيس من كتر ما كانت حالته سيئه ومنهار نفسيا سكورسيزي بعد الكاميرا عنه وهو بيكلمها في التليفون وهي بترفضه. من كتر ما ترافيس كان شكله وحش هو مش عايز المشاهد يشوفه بالشكل ده. Did you get my flowers and you didn't get them? But I sent some flowers. ولما راح لصاحبه يطلب منه مساعدة قال له إن عنده أفكار وحشة في دماغه. I got some bad ideas in my head. بس ترافيس ما كانش عارف يعبر عن نفسه أو عن اللي جواه بشكل كويس، وصاحبه مش فاهم هو ماله أصلا وبيقول له روح صاحب بنات أو اخرج وانبسط أنت لسه صغير يعني. Go on, get laid. Get drunk, do anything. والكلام ده طبعا ملوش أي علاقة بمشكلة ترافيس. I don't know. That's about the dumbest thing I ever heard. تفصيلة الأكل دي مش بس ليها علاقة مباشرة بمشاعر ترافيس، دي كمان بتوضح هو تفكيره عامل ازاي. ترافيس لما راح ديت مع بيتسي في الكافيه هتسمع في الفويس اوفر ترافيس بيقول ايه الأكل اللي طلبه، وبيقول ان هو شايف ان الأكل اللي طلبه ده كان اختيار كويس لديت. I had black coffee and apple pie with a slice of melted yellow cheese. I think that was a good selection. وبالرغم من الوجبة دي متماشية مع نظام أكله اللي مليان سكريات، بس هتلاحظ هنا ان ترافيس مش بيقيم الأكل على أساس طعمه أو جودته، لكن هو بيقيمه على ان هو اختيار مناسب لديت ولا لا. يعني هو مش بيختار الوجبة على أساس القيمة الغذائية اللي فيها، لا هو بيختار الوجبة اللي تناسب الموقف الاجتماعي اللي هو فيه. والنقطة دي حرفيا بتكشف لنا ازاي ترافيس واعي بالقواعد والطقوس الاجتماعية المرتبطة بالأكل. هو فاهم ان في نوعين من الأكل، أكل طبيعي الناس بتاكله قدام بعض، وأكل غريب اللي بياكله لما يكون لوحده في الأوضة. هو فعليا بيحاول يعمل اللي عليه عشان يندمج في المجتمع ويتصرف بشكل طبيعي واجتماعي مقبول، وده بان جدا في المشهد اللي دخل فيه السينما يتفرج على فيلم. بعد لما دخل قام رجع تاني وحاول يتكلم مع البنت اللي واقفة بتبيع وقال لها اسمك ايه؟ Can I help you? Yeah, what's your name? البنت ما ردتش تقول له اسمها وقالت له تمام اقدر اساعدك ازاي يعني. اما هو قال لها انا عايز بس اعرف اسمك، ما تخافيش انا مش هعمل حاجه يعني. You can tell me what your name is. I'm not gonna do anything. قامت البنت كسفته ونادت له المدير. Troy! ترافيس لما البنت كسفته بقى كان خلاص يعني كان ممكن يمشي، لكن هو حاول يقلد سلوك الناس الطبيعيه وهي داخله السينما عشان يحس بالراحه والموقف يعدي يعني كأن مفيش حاجه يعني موقف عادي، واشترى شويه حلويات وفشار. بس لو تاخد بالك هنا بقى هو ترافيس كان داخل السينما في الاول مش عايز يشتري حاجه اصلا. طب هو واقف يشتري ليه؟ All right, okay. I'm just. Can I have chuckles there? ده غير ان هو ما كانش داخل يتفرج على فيلم عادي، هو كان داخل يتفرج في وقت السينما بتعرض فيه افلام اباحيه، وده مش مكان طبيعي يعني الناس بتجيب فيه فشار او حلويات. بس هو فهم القاعده الاجتماعيه اللي بتقول هات اي حاجه تتاكل وانت داخل السينما، وده غير اصلا انه اشترى حاجات كتير جدا. عشان كده هتلاقي سكورسيزي جاب لك الكاميرا من فوق الحاجات اللي اشتراها عشان يقول لك في حاجه بتحصل هنا، خد بالك. $1.85.
طيب نتكلم في الجد بقى ولا ايه؟ انا بكلمك عن فيلم تاكسي درايفر، يعني لو انت فاكر ان انا قلت حاجه فما اضحكش عليك، انا كل ده لسه بسخن. يعني لو انت متابعني من بدري هتعرف اني مش بفوق اصلا غير بعد ما بقول الجمله دي. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان هتستفيد جدا من الشانل، يعني حابب افكرك. في نهايه الفيلم بعد لما ترافيس وصل بيتسي لشقتها، ترافيس فجاه بيبص في مرايه العربيه وبسرعه بيبعد عينيه عنها، وبعدها الفيلم بيخلص. السؤال هنا هو ليه عمل كده؟ سكورسيزي ما استخدمش المرايات على انها مجرد زوايا تصوير وبس، هو كمان استخدم المرايه انها تعمل تسلسل من اول الفيلم لاخره عشان تشوف منها رؤيه ترافيس لنفسه للعالم. وبرضه استخدامه للالوان ما كانش بس عشان يديلك مشاعر معينه من كل لون، لا، هي الالوان كمان كانت بتقولك هو ترافيس في انهي مرحله دلوقتي في تكوين شخصيته. اول لقطه بنشوف فيها ترافيس راكب التاكسي بعد لما اشتغل، لون المرايه في التاكسي بيكون اسود، ودي مش حاجه طبيعيه. ازاي مع وجود انوار المدينه اللي كانت واضحه اصلا ان سكورسيزي مهتم بيها طول الفيلم، واصلا ترافيس في المشهد ده كان راكب التاكسي وماشي بيه، طبيعي ان اي نور من الشارع يعمل اي انعكاس على المرايه. لكن الغريب ان المرايه سودا معلهاش اي اضاءه، واكبر دليل على ان الموضوع ده كان مقصود ان دي اخر مره هتشوف فيها المرايه سودا لغايه اخر الفيلم حرفيا. والفكره هنا ان يوضح لك ان ترافيس مش شايف نفسه، مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، ومفيش مستقبل واضح او حاضر هو شايفه، الدنيا كلها بالنسبه له سودا. 12 hours of work and I still can't sleep. Damn. ترافيس في المشهد اللي شاف فيه بيتسي من التاكسي كان في راجل واقف بيبص لها لابس اسود، وبالمناسبه الراجل ده هو سكورسيزي يعني. وبرضه هتلاقي بيتسي لابسه ابيض وحزام اسود. اول مره شاف فيها الواد اللي بيشغل البنت الصغيره كان لبسه كله ابيض واسود. الاثنين الافارقه اللي شافهم في المطعم كان واحد لابس اسود وواحد لابس ابيض. المرشح اللي راكب معاه التاكسي كان لابس بدله سودا وقميص ابيض، ودي حاجه بتوضح لك هو ترافيس بيشوف العالم ازاي. ترافيس طول الفيلم بيشوف العالم يا ابيض يا اسود، ما عندوش لون في النص. All my life needed was a sense of some place to go. تمام، نرجع تاني للمرايه. تاني مره ترافيس بيركب فيها التاكسي بيروح يبص فيها على البنت اللي هو بيحبها وبيراقبها، وساعتها بنشوف في المرايه انها بتعكس الشارع، كأن ترافيس بدأ يفتح عينه ويبص حواليه، عشان بعدها على طول هتلاقي سكورسيزي جايبه وهو واقف ومستني الاشاره، وهتجيلك ان الاشاره فتحت واللون اتغير من اللون الاحمر للون الاخضر، وساعتها شفنا اللون الاخضر في حياه ترافيس، عشان بعدها هو هياخد خطوه وهيروح يكلم بيتسي ويتعرف عليها. And why do you feel that you have to volunteer to meet? Because I think that you are the most beautiful woman I've ever seen. طيب انا ليه بقى قلت لك كل التفاصيل اللي فاتت دي؟ عشان حاسس انت مش فاهم حاجه. ترافيس لما بيتعرف على بيتسي بيكون مبسوط جدا، وبيجي في المره الثالثه اللي هو راكب فيها التاكسي بنشوف وشه جه في المرايه بكلوز اب على عينه، ودي بتكون اول مره ترافيس يشوف فيها نفسه في المرايه. الموضوع ده حصل لما المرشح اللي بيتسي شغاله معاه ركب مع ترافيس التاكسي بالصدفه، ساعتها ترافيس شاف نفسه فيه بسبب ان هو من خلال الراجل ده عرف يتعرف على بيتسي. عشان كده برضه هتلاقي الراجل ده جه هو كمان في المرايه مع ترافيس. Nice talking to you, Travis. Nice talking to you, sir. You're a good man. I know you're gonna win. واللون الاخضر في الفيلم هتلاقيه دايما في اللقطات اللي بيبقى خلاص يعني ترافيس بدأ يحس ان حياته لها معنى او انه لقى هدف لحياته. هتلاقي لون المدينه في عينه وهو سايق بعد لما راح واتعرف على بيتسي، اللون اللي مسيطر عليها كله اخضر لانه لقى هدف لحياته. لما اخد بيتسي السينما وخرج معاها كانت حيطان السينما خضراء. بنرجع تاني لفكره المرايه بقى. ترافيس بعد ما بيقابل المرشح بتيجي بعدها البنت اللي عندها 12 سنه اللي فيه واحد قواد بيشغلها في الحاجات الغلط، ودي بتبقى تاني حاجه ترافيس يشوف نفسه فيها، عشان ايريس البنت الصغيره دي بتبقى هدف وغايه لترافيس بعد كده، عشان هو هيكون عايز يحررها ويخليها تبطل الشغلانه اللي هي بتشتغلها دي. Come on, baby. This is a real drag now. Come on, don't be no silly. بعدها بيتسي البنت اللي بيحبها ترافيس بتسيبه وبتقول له خلاص انا مش عايز اشوفك تاني، وما بتردش عليه. I tried several times to call her, but after the first call she wouldn't come to the phone any longer. ساعتها كتلة الغضب والعنف اللي عند ترافيس بتبدأ، عشان بعدها في راجل هيركب معاه، والراجل ده هيقول له ان هو مراته بتخونه مع واحد فوق، والراجل بيقول ان هو هيطلع يقتلها دلوقتي. ساعتها بتشوف المراية مش جايبة الراجل اللي ورا خالص، دي جايبة ترافيس بس، عشان تبين ان هو ده اللي ترافيس بيفكر فيه، وان ترافيس هيبدأ بقى يستخدم العنف. بعد المشهد ده هنشوف ترافيس وهو شايف نفسه ان هو بطل، هو اللي هينظف المدينه من الفساد اللي فيها. هتلاقيه واقف قدام مرايته وبيتعامل ان هو المنقذ اللي هو رايح يعمل مهمه، وعموما المشهد ده من اقوى مشاهد الفيلم. بعدها ترافيس بيروح يقتل الناس اللي بيشغلوا البنت الصغيره في الحاجات الغلط، والشرطه بتيجي وبيعمل لهم اكتر حركه مشهوره في الفيلم. بعدها بنشوف ترافيس في اخر الفيلم راكب التاكسي تاني، وبنيجي هنا للسؤال، هو ترافيس بعد مشهد القتل ده
عاش فعلا ولا كان بيحلم؟ الإجابة هنا بقى بتتقال من خلال المراية. آخر راكب بيركب مع ترافيس في الفيلم هو بيتسي. ترافيس بيشوفها في المراية وبيشوف نفسه في نفس الوقت، عشان كده هتلاقي أول لما نزلت الكاميرا جابته بسرعة وهو بيبص في المراية عليها، لكن ساعتها هو مش بيشوفها، هو بيشوف نفسه. والأول مرة اللون اللي بيجي على المراية بيبقى لونه أحمر، عشان في اللحظة دي ترافيس بيدرك حقيقتها بالنسبة له، وبيشوف إن الحب اللي هو كان بيحبه ليها ده ما كانش حقيقي خالص، هو كان بس نابع من شعور الوحدة اللي هو كان فيه، وبيبقى ساعتها مليان غل منها وبيشوف نسخته العنيفة تاني اللي شافها في أول الفيلم. هتلاقي إن بداية الفيلم هي نفس نهاية الفيلم، بس ساعتها هو مش بيحب يشوف ده، فهو متضايق وكله غضب كده بيقوم زقق المراية بعيد عن وشه عشان ما يشوفش نفسه زي ما شاف نفسه في أول الفيلم. في 3 ألوان أنا ما اتكلمتش عنهم كانوا الأهم في الفيلم، اللون الأزرق والبني والأصفر. اللون الأصفر كان اللون اللي بيوصف المدينة اللي ترافيس عايش فيها، لون التاكسي اللي كان بيلف بيه المدينة كان أصفر، الراجل اللي قتله في السوبر ماركت كان لابس تيشيرت أصفر، وهنا كان بيوضح لنا إن هو بيكره المدينة وإنها هي العدو الحقيقي في عقل ترافيس. وعموما أنت هتشوف اللونين دول جنب بعض في أول مشهد في الفيلم، الأخضر والأصفر. اللون البني في الفيلم هو اللون اللي بيعبر عن ترافيس لما بيبقى تايه وضايع وعنده حالة من الفراغ اللي مش عارف يملاه. في أول الفيلم ما كانش عنده هدف لحياته وراح يشتغل سواق تاكسي، هتلاقيه لابس في المشهد بني، المشهد اللي بيتسي بتسيبه فيه وهو بيكلمها وبترفض إنها تقابله تاني. ترافيس بيبقى واقف جنب حيطة صفراء اللي هي بتعبر عن المدينة اللي هو بيكرهها، وبيكون لابس جاكيت بني، وده بيمثل إن هو رجع تاني وحس بالفراغ والوحدة لما بيتسي سابته. اللون الازرق بقى هو كان اللون اللي بيعبر عن الكذب والخداع طول الفيلم. بيتسي اول مره شفناها فيها كانت لابسه بدله زرقاء، وفي الاخر سابت ترافيس. لما راح يقابل الواد اللي مشغل البنت الصغيره كان الواد وراه حيطه زرقاء. كل المشاهد اللي كانت بتيجي على التلفزيون اللي ترافيس بيتفرج عليه بتيجي باللون الازرق. في اللحظه اللي ترافيس قرر فيها ان هو يروح يشتري مسدس عشان يقتل، وهو واقف بيشتري، الشباك اللي كان جنبه واللي بيبص على المدينه عموما كان كله ازرق، عشان يوضح ان المدينه فيها فساد وكذب وخداع. وموضوع اللون الازرق ده بيبان قوي بقى في المشهد ده لما ترافيس كان بيتكلم مع البنت الصغيره اللي اسمها ايريس عشان يقنعها ان هي تبطل الشغل الغلط اللي هي بتعمله. What do you want me to go back to my parents? You're a young girl. You should be at home now. في أول الكلام ترافيس كان عنده هدف إن هو يخلي البنت الصغيرة دي تبطل الشغل الغلط اللي هي بتشتغله وترجع تعيش مع عيلتها وتعيش حياة طبيعية. ساعتها هتلاقي البنت لبست نظارة شمس خضراء، وهنا زي ما قلت لك إن اللون الأخضر بيظهر دايما لما ترافيس بيكون عنده هدف أو غاية معينة. بعدها شوية البنت بتقلع النظارة الخضراء وبتلبس نظارة زرقاء، وده عشان ترافيس قال لها إن هو مش هيعرف يبقى معاها لما هي تمشي، وإن هو بيعمل كل ده عشان هو عميل شغال مع الحكومة في مهمات سرية. وطبعا كل الكلام ده كذب أصلا، هو بس بيدور على حجة أو مبرر للي بيعمله. عشان كده البنت قامت مغيرة النضارة من اللون الأخضر للون الأزرق عشان تبين إن هو كذب، يعني هو بيكذب دلوقتي. لما كان بيكتب لعيلته رسالة عشان هو عارف إنه خلاص احتمال ما يشوفهمش تاني بعد العملية اللي هيعملها، كل الألوان اللي قلتها لك من شوية بتكون موجودة على الكارت، الأحمر والبني والأصفر والأخضر والأزرق. عبقرية سكورسيزي في الفيلم زي ما قلت لك عملت مدرسة. كان نفس الفيديو ده ما يطولش كتير، وكنت الاقي فرصة ان نتكلم عن ازاي سكورسيزي استخدم الكاميرا في توصيل المشاعر في الفيلم بشكل عبقري. بس عشان انت حبيبي واتفرجت لغاية هنا انا مش هقفل الفيديو، وهقول لك على نقطة لما تتفرج على الفيلم هتخليك مستمتع فشخ وانت بتتفرج. لما تتفرج على الفيلم ركز امتى الكاميرا بتتحرك بزوم ان وزوم اوت وهي على ترافيس، وهديلك مثال يغششك. لما الكاميرا بتتحرك وبتروح على ترافيس في الفيلم بيبقى ترافيس في حالة من الحقيقة والواقعية وحاسس بنفسه او بهدفه. لما ترافيس راح عشان يتعرف على بيتسي وهنا هو عنده هدف واقعي ونفسه فعلا يتعرف على البنت، وهو بيعدي الشارع بقى هتلاحظ ان الكاميرا بتزوم ان عليه. لما دخل المكتب يتكلم معاها الكاميرا اتحركت ناحيه بيتسي وعملت زوم ان عليها. لما قال لها انت اجمل بنت انا شفتها الكاميرا عملت زوم ان عليه. على الناحيه التانيه بقى لما هو بدا يبرر بكلام سطحي ومش حقيقي عن ان هو ليه عايز يتعرف عليها، وبيقول لها لما كنت ببص عليكي حسيت انك وحيده ومش سعيده وان كل الناس اللي حواليك دول مش فاهمينك، كل ده كان كلام سطحي ومبررات. وفي الحقيقه اصلا هو راح يتعرف عليها عشان هو وحيد وحاسس بالفراغ فعايز يعمل هدف في حياته وخلاص. عشان كده هتلاقي سكورسيزي كان بيبعد الكاميرا عنه طول المشهد وهو بيتكلم عشان هو هنا ما كانش واقعي ولا حقيقي. عايزك تبقى تركز على الموضوع ده طول الفيلم وبدعي لي بقى. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك هستنى رايك في الكومنتات، وبرضو لو انت عايز تقترح عليا اي افلام تانية او اي فيديو او حتى نبقى اصحاب خش ابعت لي على الانستجرام هرد عليك على طول. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان هنزل تحليل افلام كتير الفتره الجايه. يعني انا خلاص ان شاء الله كل اسبوع هنزل فيديو يعني، فالشانل دي هتفيدك جدا. كان معاكم عبد الله. سلام.